نحضر مع بعض احلى مسقعات البدنجان. طبعا ما يحلاش الفطار الصبح غير البدنجان مسقعه او المخلل كمان. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، والطريقه هتعجبكم. مكونين موجودين في البيت، اللي ما جربهاش وما يعرفهاش من هنا ورايح هتعمليها لاولادك على طول في البيت وهتعتمدي عليها، مش هتشتريها تاني من بره. جربيها بالطريقه زي ما انتم شايفين، شكلها حلو كمان طعمها احلى واحلى. لان انا هنا جبت 2 بدنجان من الرومي وجبت فلفل الوان. هبدا اقطع كده البدنجان وهعمله مكعبات. جبت طاسه على النار هنا بعد ما قطعته، هبدا اقلي البدنجان كله. هقطع الفلفل الحامي والبارد كمان. جبت طاسه على النار ونزلت بمعلقتين زيت وبمعلقه من الثوم المهروس. اول ما حمرت معايا نزلت بالفلفل كله، قلبته لحد ما دبل معايا. نزلت ب3 طماطم مفرماهم في الخلاط، معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكمون ومعلقه كمان من الملح. هقلب ده كله من بعضه لحد ما يشرب ويسبك معايا. هنزل على البدنجان كله على الطماطم والفلفل. وده الشكل النهائي. يا رب الفيديو كان عجبكم، ما تنسوش بقى